هو الرئيسي في منع أبناء سوهاج من الصحفيين من حضور ومتابعة وتغطية جولة رئيس الجمهورية، لأن أبناء سوهاج هم أكثر الناس دراية بمشاكل المحافظة والأكثر تعبيرا عن آلام وآمال المواطنين. ويبدو أنه لا يراد أن تصل هذه الصورة الكئيبة للشعب السوهاجي إلى رئيس الجمهورية. كنا جميعا مع السيد الرئيس، ولكن يبدو أن محافظة سوهاج لها رأي آخر، لا تريد أن تصل الصورة الحقيقية وما توصلت إليه محافظة سوهاج من تدهور وانحطاط في كافة الخدمات إلى رئيس الجمهورية. وأصبحنا ونحن قادمون إلى مبنى المحافظة لم نجد مشكلة البوتاجاز ولا مشاكل محافظة سوهاج، ونتمنى من رئيس الجمهورية أن يظل في سوهاج 3-4 أيام حتى يشعر المواطن السوهاجي بآدميته، لأنه طالما هناك رئيس في سوهاج فالمواطن السوهاجي يشعر بآدميته الحقيقية.